السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد على قناتكم أيمن سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية وبكل سهولة. مرحبا بكم أصدقائي من جديد. إذا كنت ترغب في التحدث باللغة الإسبانية وبكل طلاقة فأدعوك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك جميع الدروس. ولا تنسوا أعزائي الكرام كذلك الضغط على زر لايك، فهذا يشجعنا لإعطاء المزيد من الدروس. حتى لا أطل عليكم لنبدأ هذا الدرس على بركة الله. أصدقائي، إذا أردت أن أقول مثلا كيف تشعر، فكر عزيزي المشاهد واكتب إجابتك في التعليق. نقول كومو تي سينتيس. أحسنت. كومو تي سينتيس ومعناها كيف تشعر، باش تتحس. نقول باش تتحس، نقول كومو تي سينتيس، كيف تشعر. وتستعمل هنا للمذكر والمؤنث. كومو تي سينتيس، كومو تي سينتيس، بماذا تحس أو بماذا تشعر. لنمر إلى إجابة محتملة لهذا السؤال. نقول مثلا أشعر بخير. كيف نقول بالإسبانية أشعر بخير؟ فكر قليلا في الإجابة. أحسنت، نقول مي سينتو بيان. ردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع. مي سينتو بيان. تنحس براسي مزيان، تنحس براسي مزيان. نقول بالإسبانية أصدقائي مي سينتو بيان. كما ذكرت بعد قليل تستعمل كذلك للمذكر والمؤنث. تنحس براسي مزيان، مي سينتو بيان. لنمر أصدقائي كذلك في هذا الدرس إلى سؤال آخر، وهو على الشكل التالي. إذا أردت أن أقول مثلا لا أشعر أنني بخير، أو جواب محتمل آخر وليس سؤال، عفوا، لا أشعر أنني بخير. أحسنت، نقول نو مي سينتو بيان. نو مي سينتو بيان، ما تنحس براسي مزيان، ما تنحس براسي مزيان. نقول بالإسبانية أصدقائي نو مي سينتو بيان، أي أنني لا أشعر أني بخير، ما تنحس براسي مزيان. نقول بالإسبانية نو مي سينتو بيان. إذا أصدقائي سوف نمر إلى سؤال آخر في هذا الدرس، وهو على الشكل التالي. إذا أردت أن أقول مثلا ماذا يحدث أو ماذا حدث، ماذا يحدث. أحسنت، سوف نقول كي باسا. شنو واقع؟ شنو واقع؟ نقول كي باسا. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد. كي باسا، شنو واقع؟ ماذا يحدث؟ نقول بالإسبانية أصدقائي كي باسا. كي باسا، شنو واقع أو ماذا يحدث. شنو واقع، كي باسا. إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال مثلا ونقول لا يحدث شيء، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. لا يحدث شيء، ما واقع والو. نقول بالإسبانية أصدقائي no pasa nada. no pasa nada. إذا ردد معي بصوت مرتفع. ما وقع والو. نقول بالإسبانية no pasa nada. no pasa nada، أي لا يحدث شيء، ما وقع والو. إذا نقول بالإسبانية no pasa nada. no pasa nada. إذا أصدقائي نمر إلى سؤال آخر في هذا الدرس، وهو على الشكل التالي. إذا أردت أن أقول لشخص ما مثلا هل تحتاج مساعدة، هل تحتاج مساعدة.
سوف نقول أصدقائي بالإسبانية necesitas ayuda. necesitas ayuda. واش محتاج نعاونك. واش محتاج نعاونك. نقول بالإسبانية أصدقائي necesitas ayuda. هل تحتاج مساعدة. واش محتاج نعاونك. نقول بالإسبانية necesitas ayuda. إذا مثلا إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال ونقول مثلا نعم ساعدني من فضلك. نعم ساعدني من فضلك. إذا كنت تعرف الإجابة اكتبها في خانة التعليق. أحسنت. نقول سي ayúdame por favor. وعوني وعوني الله يخليك. مثلا نقول سي ayúdame por favor. نعم ساعدني من فضلك. نقول بالإسبانية أصدقائي سي ayúdame por favor. سي ayúdame por favor. نعم ساعدني من فضلك. إذا لنمر كذلك إلى سؤال آخر في هذا الدرس وهو لمن تنتظر. لمن تنتظر. أي مثلا تتسول شي شخص ما أمامك تقول له شكون تتسين. نقول بالإسبانية ¿A quién estás esperando? ¿A quién estás esperando؟ ومعناها هو شكون تتسين. تتسول الشخص أمامك مثلا تقول له شكون تتسين. نقول بالإسبانية ¿A quién estás esperando؟ إذا أردنا أن نجيب مثلا على هذا السؤال ونقول مثلا أصدقائي أنا أنتظر أخي. أنا أنتظر أخي. تنسين في خويا. تنسين في خويا. نقول أصدقائي بالإسبانية estoy esperando a mi hermano. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد. estoy esperando a mi hermano. ومعناها هو أنا أنتظر أخي أو أنا تنسين في خويا. estoy esperando a mi hermano. إلى هنا أصدقائي يكون قد انتهى الدرس. أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم جميع الدروس القادمة إن شاء الله، ولايك للفيديو فهو الذي يشجعنا لإعطاء المزيد. إلى الدرس القادم إن شاء الله. hasta luego mis amigos. hasta luego.